السلام عليكم. اليوم ان شاء الله عندنا فطيره كتجي على هذا الشكل هذا. عندنا في الخضره ان شاء الله الليشو او الكرب مقطع الكوش على شكل رقيق، عندنا خيزو على شكل طولي، والبصله الخضاريه موجوده في هذا الوقت هذا. نقطعوا الخضر ديالها حتى هو ما كنلوحوش، هو كنستغلوه في هذا الوقت هذا. والفلفله يا حمراء يا خضراء اللي كانت يا صفراء اللي كانت في الفلفله كنخدموا بها. كنقطعوا الخضره ديالنا بحال هكايا كما شفتوا معايا. كنديروا العطريه، كنديروا معلقه ديال السكينجبير ما تكونش عامره بزاف، كنديروا الملح على حسب الذوق. انا غادا معكم في العطريه بشويه بشويه كما غتشوفوا معنا وتشوفوا التفصيل. جربوا هذه الفطيره غتجي زوينه. غدا معلقه تقريبا ديال الخرقوم تقريبا، عندنا راس معلقه ديال الابزار، عندنا راس معلقه ديال الاعشاب منسمه كما غتشوفوا معنا في المقادير وفي الفيديو بحال هكايا. كديري العطريه ديال كامله، كتديري شويه تحميره. الا كان بغيتي ديري التحميره ديريها، ما بغيتيش ديريها ما ديريهاش. بحال هكايا كندخل نحط هاد العطريه ديالنا مع شويه ديال زيت العود او الزيت اللي كنطيبوا به. ملي كنحطوها كتنحطوها تنشف لينا مزيان، من ما يبقاش تكون ناشفه. هاد الفطيرات نتوما غتشوفوا الشكل ديالها كيفاش غندير ليها، وتبعوا الفيديو حتى الاخر ما تخرجوش من الفيديو لان كتجي زوينه حتى كطيب لينا مزيان. عاده كنديروا فيها مني كطيب ونحطو نبغيو نشدو البوطه كنديروا شويه الربيع والطون، كنحيدوا ليه الزيت ديالو، ما كنخليوش ليه الزيت ديالو والطون. وعاد وكنديروا شويه ديال الفرماج احمر. عاد كنديروا الفرماج معنا محكوك كنديروه حتى هويا، والزيتون كنحركوا على هذا الشكل هذا وكنحطوها تبرد. عاد غنمشيو للعجينه خاصها تكون لينا عماره بارده. عندنا الدقيق الابيض تقريبا نص كيلو ديال الدقيق الابيض، وشي 200 غرام ديال الدقيق القمح اللي بنخالته كنحيدوا ليه النخاله وكنديروا الدقيق ديالها. ديك الرقيق ديالها كنديروا شويه الملحه على حسب الذوق ديال الدقيق، وكنديروا معلقه صغيره ديال الخميره ومعلقه ديال السنيده او العسل، وكنعجنوه بالماء دافي على حسب الجو. كيكون الجو بارد وحط شويه معلقه صغيره ديال الخل ومعلقه ديال الزيت، وكنخلطوا بحال هكا وكنعجنوه بالماء دافي. كنعجنوه به مني غنعجنوا العجينه ديالنا بحال هكا كما غتشوفوا معنا. العجينه غنحطوها ترتاح لينا وغادي نرجعوا معكم ان شاء الله. غتشوفوا الطريقه كيفاش غندير لها. غتجي زوينه هاد الفطيره هذه، كتجي ساهله وكدغيا كتوجد. ها العجينه ها هي بعد ما عجناها غنحطوها ترتاح لينا واحد شويه. عاد غنقسموها على 4 الكرات. نتوما غتشوفوا معنا الشكل ديالهم كي غادي يجي زوينين غزالين. هانتوما كل الكره كيفاش غنخدموا بها. هانتوما غتشوفوا معايا. دابا انا بديت معاكم ان شاء الله فوق طاوله العمل. خدنا الكره الاولى، رشينا شويه ديال الدقيق الابيض، رشينا فوق الطاوله وغادي نشدوها نسرحوها مزيان. هذيك الكره الاولى غادي نسرحوها مزيان بحال على هذا الشكل هذا مزيان تتكون رقيقه شويه. مع ضروري نرشوا شويه دقيق بحيث العجينه ما قاصحاش وما مرخوفاش. مع عجينه السمك اللي بغينا سرحنا كنديروا داك العماره ديالنا هكا على هذا الشكل هذا في الجنب ماشي في الوسط. هانتوما شوفوا معايا. وغادي نرشوا فوق الفرماج بحال هكا على هذا الشكل هذا. تبعوا الفيديو حتى الاخر كما قلت لكم. عاد غنلويو عليها شويه من تما ومن هنايا. نتوما شوفوا غندير ليها بقطاعه او ديال البيتزا ولا بموس اللي كان. هانتوما غتشوفوا تبعوا هاد الطريقه هذه ساهله غتولي معتمده عندكم في رمضان وساهله ودغيا تتوجد دغيا ساهله ما فيهاش تكلفه كثيره وما فيهاش مقادير وما فيها حتى شي حاجه دغيا. هانتوما شوفوا كي كديروا ليها بحال هذا الشكل هذا بحال هكايا كتجي واعره كتجي خطيره كتجي غزاله. غتولي عندكم هي المعتمده ان شاء الله في هذا الشهر المبارك. جربوا هذه الفطيره هذه وردوا عليا في لي كومونطير وقولوا لنا كي جاتكم وكي كيجيكم هادشي اللي كنلوح لكم. هانتوما ها هي. ومن بعد كنخشيو داك الجناب ديالي الا كانوا طوال بزاف كنحيدوهم، اللي ما كانوش طوال كنديروهم لتحت منها. عرفتي كتجي زوينه. ها هي بعد ما كملتهم بجوجات هاهما درتهم هنايا في اللاطه ودهنتهم بشويه ديال الصفر ديال البيض مع شويه ديال الخل. غندهنوهم على هذا الشكل هذا وغندخلوهم من الفران. من غادي يطيبوا لينا غنوريكم الشكل النهائي ديالهم كي كيجي.
وما تنساوناش من لي لايك ومن لي بارطاج ومن لي كومونتير. اللي بغات ترش ليهم جنجلان من الفوق او البافو او اللي كان ترشوا لي ما بغاش تخليهم كما خليتهم انا بحال هكايا، حيت كاين الوليدات اللي ما كيبغيوش داك المنسمات ديال الفوق. ها هو الشكل ديالهم هو هذا، عرفتي كيجيو خطيرين كيجيو زوينين وغزالين. وما تنساوناش من لايك كما قلت لكم ولا بارطاج ومن لي كومونتير. هو الشكل ديالها من القلبه ملي كتقلبيها الشكل ديالها كيجي. كنديرو في لاطا وكنفرشوا لهم الكاغط ولا كندهنوا لاطا بالزيت، عرفتي كيجيو كيتقرمشوا ما فيهم لا زبده لا والو، كيجيو زوينين غزالين كيتقرمشوا. ولو نقطعوهم انا غنقطعهم معكم غنوريكم الشكل ديالهم كيجي واعرين زوينين ما شاء الله عليهم غزالين وبالصحه والراحه. ما تنساوناش كما قلت لكم خواتاتي الغزالات الزوينات ديالنا صحابات هذه القناه، طلعوا لنا القناه. الله يجزيكم بخير، راسلوا صحاباتكم وحبابكم العائله ديالكم وكل شيء وبالصحه والراحه وفطيره غزاله.